تفاصيل حصريه عن اعتداء المنتخب الجزائري على صوره ديال جلاله الملك بفندق الاقامه ديالهم في مدينه الرباط. زعما ما سخنش بلاصتو، بداو في الاستفزازات وبداو في الافعال الحقيره والدنيئه. الاستفزاز يبدا مبكرا. المنتخب الوطني الجزائري يتعرض لاستفزاز خطير. هاد التصويره هذه ديال الملك ديالنا الحبيب محمد السادس، الله يشافيه ويطول في العمر ديالو. الملك محمد السادس السلطان المعظم ملك البلاد خط احمر. منتخب الجزائر يصل المغرب يبتدي الاستفزاز الجزائري. مازال ما درنا في الطاجين ما يتحرق، مازال كاع ما بدات لاكام وبنادم كيستفز فيك. ومشكله هذه واش من مشكله؟ ما تعطلوش دغيا بداو في المشاكل والتي تبرهن على ان هاد المنتخب هذا ولا هاد الزريبه ديال الجزائر ما جايينش باش يلعبوا كره القدم، جايين باش يديروا الاستفزازات وجايين باش يديروا في المشاكل. فين ما مشيتي كتلقاها محطوطه، مشيتي للقهوه كتلقى الصوره ديال الملك ديالنا الحبيب، مشيتي للمدرسه كتلقى الصوره ديال الملك ديالنا الحبيب، كاين اللي حطها وسط الدار ديالو، وهذا الشيء كامل حبا في الملك ديالنا الحبيب. اي واحد كيقيس الملك ديالنا راه كيقيس الشعب كامل، واي واحد كيشكر الملك ديالنا راه كيشكر الشعب كامل. الملك فينا ونحن فيه. ملك المغرب اللي ما شفتوا منه الا الخير، في كل خطاباته يمد لكم اليد وكيقول لكم اجوا تصالحوا. كتجيو اليوم في المملكه ديالو في البلاد ديالو وكتبيو تغطيو الصوره ديالو داخل الفندق. خط احمر. الكرغول الغاجم، مجموعه من اللعيبه ماشيه في الاوتيل، لقوا صوره الملك محمد السادس حماه الله متعلقه، ينزعوها زي ما احنا شايفين. يبقى انا بطلب اول طلب بطلبه من الشرطه المغربيه، خط احمر انكم تجيو لبلادنا وديروا ما بغيتوا، ما تقبلوهاش. القضيه وما فيها ان الوفد ديال تريكت ايت وكو تريكت ايت طلبوا فاش دخلوا اللوطي لقاو واحد الصوره ديال سيدنا محمد السادس، شدوا هذيك الصوره درقوها بواحد بالستار ديال النافذه. في الوقت اللي كنشوفوا جميع الفرق او المنتخبات والوفود لا من صحفيين لا من سياسيين واللي جاو باش يشاركوا في كاس افريقيا المنظم بالمغرب فرحانين ناشطين، عجبهم الحال، اللوطيلات اللي شدوا كلهم عجبوهم، الاجواء، الاستقبال، المواصلات، التيرينات فين غادي يبريباريو الماتشات، كلشي عجبهم الا جارنا سبحان الله العظيم. ولات الصوره ديال الملك ديالنا كتحجب في وسط بلادنا، الملك اللي هو الاعمده المغرب، الله الوطن الملك، كتحجب في وسط المغرب. البارح متابعينا الكرام كان واحد الاجتماع في فندق ماريوت في القاعه ديال الاجتماعات، وديك القاعه ديال الاجتماعات فيها الصوره ديال جلاله الملك. شنو مشاو داروا مساخه الوالدين؟ مشاو غطاو الصوره. اذا اخواني كما ترون في هذه الصوره، وانا اخترت موقعين كبيرين، يعني جرائد رسميه، جريده عبر وكذلك جريده اخبارنا التي بها اكثر من 5 ملايين متابع، حتى لا يقول المغاربه او الجزائريين الذين يقولون خوا اننا نثير الفتنه. السؤال مولوطيل حط هاد التصويره عادي لانه كيحب الملك ديالو، حط التصويره ما مفروضاش اننا نحطوا التصويره، بالعكس كنتي كتبغي كتحطو عادي لان كنبغيو ملكنا كنحطوا التصويره ديالو. ولكن البعثه ديال المنتخب الجزائري ديال الجمهوريه الجزائريه الديمقراطيه الشعبيه الشقيقه اللي كيقول لك حنا المغاربه خاوتنا وحنا خاطينا الفتنه وحنا المغاربه هما اللي كيديروا الفتنه، وكتردوني انا وكاع اللي كيدير بحالي انه فتان. شنو داروا؟ جاو غطاو تصويره الملك، جردوا من هنا وجر الردوا من هنايا. التبريش بدا داك التهربير راهيش اللي كنا خايفين منه انه يجينا من بعض الجماهير الجزائريه مشكوره اللي شفناها دخلت الى المملكه المغربيه بينت على واحد الحس عالي من المسؤوليه، شفنا منهم غير الخير لحدود ديال اللحظه. ولكن هذه المره كيجينا التبرعيش من نسميهم بالعقلاء، من الوفد ديال المنتخب الجزائري اللي تلقى لهم البارح الموظفين والاطر ديال الفندق في مدينه الرباط بالحليب والطبل والطباله والزماره فرحا بهم وليس ضعفا. ناضوا اليوم اعتدوا على الصوره ديال رمز البلاد جلاله الملك. اي حد يتعدى الحدود نتاخد قدامه اجراء فورا. انتوا هنا في ضيافه الملك، انتوا هنا بتاكلوا وتشربوا من خير المغرب، هتقعدوا شهر ولا في الاحلام. ما نخليو كي نديروا معاهم وفي الاخر المشاكل هي المشاكل وما تعطلوش. الصحافه شفناها البارح بدات تقول استقبال عادي، اجواء عاديه كما كؤوس افريقيا السابقه. شغلكم هذاك ماشي مشكل، تقدروا بانكم خايفين تقولوا الحقيقه. وها ما عمرني انا شفت في حياتي واحد بنادم ما تيحملش ملك ديال واحد البلاد وجاي عنده بنادم ما حملكش وما تيحمل فيك الشعره، ولكن جاي ياكل عندك ويشرب عندك ويبات عندك ويلعب عندك. وهذا استفزاز لينا حنايا. رجعت الامور كيف ما كانت، تم التبليغ عنهم من طرف الاداره ورجعت الصوره ديال سيدنا كتبان
حنا عارفينكم ما كتحملوناش وجايين بزز، حنا عارفينكم بان هادشي غادي نشوفوه في المغرب عمركم في حياتكم ما شفتوه. قبل ان يتدخل الاداريين ديال الفندق واعادتها كيف كانت، انتم كتشوفوا الان مشاو غطاو الصوره ديال جلاله الملك كما تشاهدون. ولكن لما تنشر مقال مثل هذا وتقول بأن أعضاء المنتخب الجزائري المتواجدين في فندق في الرباط يقومون بحجب صورة الملك وهم يستفزوننا، ماذا تريد من هذا الأمر؟ هذا أكيد تريد أن يشعر المغاربة بإهانة، لأن صورة الملك بالنسبة إليهم خط أحمر. علاش؟ الله اعلم. كيفاش؟ الله اعلم. بديتوا الاستفزازات من الباب ديال الاوتيل بعد ما رحبوا بكم وكبروا بكم، بالرغم انكم ذاك التصرف ديالكم ما تستاهلوش اللي كبر بكم، ونفسو كتدخلوا بالركل وكتخرجوا بالكف. عطاوكم التمر والحليب؟ لا شكرا، لا عفوا، لا شكرا، زعما حنا شبعانين، مع العلم انكم مشتاقين للتمر والحليب، مشتاقينه وزادينا جايبين الماكله ديالكم. شنو هي التفاصيل؟ فاق الوفد الجزائري اليوم على الصباح، فطر، ناض، مشى بغا يديروا واحد الاجتماع في قاعه الاجتماعات، كاينه صوره جلاله الملك اللي هي هذه محطوطه في القاعه، ناضوا غباوها بدوك الستائر اللي كاينه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هتقعدوا شهر في المغرب ولا في الاحلام، هتقعدوا في اوتيل مش موجود في بلدكم، يبقى تحترموا نفسيكم. وجودكم في المغرب ده شرف. الملك خط احمر. وتقولوا اشنو كتشوفوا وما تقدروش ترجعوا لبلادكم، ولكن اللي ضرنا في خاطرنا بزاف هو التصرف ديال احد اللاعبين او احد الطاقم ديال المنتخب الجزائري واللي نازل في اوتيل بمدينه الرباط واللي غطاو التصويره ديال محمد السادس في قاعه الاجتماعات. هذه ما عمرني ما فهمتها. انا تنعرف مني ما كنحملش شي واحد، ما تنجيش عنده، ما تنجيش عند باباه، انا ما كنقربش ليه، ولكن هادو ما حاملينكش ولكن طامعين يجيو عندك، لا في بلادكم ولا حتى في اوروبا بنفسها، وعارفينكم باغيين ديروا لنا المشاكل وتخسروا هاد كاس افريقيا قدام العالم باش حنا نبانوا خايبين. حنا عارفينكم، راكم اصلا انتم مشوهين في جميع الدول، جيتوا تلعبنا حنا اللي عارفينكم عاجنينكم وخابزينكم. الوفد الجزائري الذي بدا واضحا أنه مستاء من الحفاوة التي لقيها كل المشاركين في البطولة، يحاول بكل وسيلة تشويه الصورة الجميلة التي يتميز بها تنظيم كأس أفريقيا 2025. اما بالنسبه لغطاء التصويره يجب محاكمته محاكمه قاسيه، لانه مس رمزا من الرموز ديال الدوله. خلينا من خوا دابا التنحات. فاش وصلتوا الملك ديالنا والله ما بقات شي خوا، ما يجيش شي بلا ما نقول شي كلمه خايبه ويقول لك خوا في التعليق، لان النظام ديالك مسيطر العسكر ما مسيطرش اللعابه. دير لهم دورات كوينيه، دير لهم العسكره، ماشي دايرين لهم كره القدم، وانتم ما جاييش تلعبوا الكره. سمحوا لنا الجمهور الجزائري، المنتخب ديالكم ما يجيش يلعب كره، جاي يمارس السياسه. هذيك التصويره خط احمر، وإلا ما عجبكش الحال الله يعاوننا ويعاونك، لانه هذا هو الواقع. كما هو واجب علينا حنايا حسن الضيافه والاستقبال والكرم، كما واجب على الانسان الضيف اللي يجي للبلاد اللي جا ليها انه يلتزم بالطقوس وبالمبادئ ويحترم المكان اللي هو كيتواجد به. هذه ما فهمتهاش. الان الا عرضت على شي واحد قلت لي اجي عندي للدار وضيفته عندي في الدار وناض في وسط الصالون تيخبي التصويره ديال الوالد حيتاش ما حاملش الوالد، هذا يعني والله تصرف خطير، وذكرنا بما حصل للمنتخب النسوي لما قالوا بأن فتيات الجزائر قد قمنا بتغطية شعار الاتحاد المغربي، واتهموهم بأنهم لا يذكرون اسم المروك في تصريحاتهم. الملك محمد السادس خط احمر، تحترموا نفسكم كرجله، لا اما هتتردوا وترجعوا للطوابير. اخر كلام بقوله للشرطه المغربيه، اي حد يتعدى الحدود اجراء فورا يا جماعه، عشان الناس دي ابتدوها استفزاز. راكم اليوم في المملكه المغربيه، في مملكه رمزها السيادي الملكيه، جلاله الملك محمد السادس، الملك اللي الجدود ديالو احتضنوا ثورتكم. الامير عبد القادر النهار يهرب من الجزائر احتضنه الملوك المغاربه، وهذا هو الواقع وهذا هو المعقول. جمعوا معنا راسكم الله يرحم لكم الوالدين، خليونا من هذا التبرهيج، هذا راه تبرهيج. انت لاعب محترف ولا مدرب عالمي وكدير التصرفات ولا موصينكم. كذلك كيخبي التصويره ديال امي حيتاش ما حاملش امي، والقى ايوا دابا امز المدلولين ديالنا اللي نهاروا مطال اهلا بك في بلدك السابع وحنا واحد والشعب واحد وما يجمعنا اكثر ما يفرقنا، وديك الهضره ديال الكيلو ايوا دابا امز غلاد. قولوا لي شنو ما كيف سوف تصفهم دابا؟ شنو هي العباره اللي غادي توصف بهم هاد المنتخب الوالدي؟ داخلين القاعه ديال الاجتماعات مغطين صوره جلاله الملك، حتى تدخل واحد من الاداره ديال الفندق وقام باعادتها. هذه الاستفزازات باش في الاخر من تقصاو تخرجوا تلقاو اعذار. اول مره ضغطوا علينا، اول مره داروا لنا، اول مره حضروا الملكانه كيمس 37 او 40 مليون مغربي. الا جايين تلعبوا كره مرحبا بكم، لعبوا كره، التيران ديالكم المغرب كله ديالكم، سيروا تسالوا فين بغيتوا. الا كاين غير اجيو لعبوا كره، وكيف تجيو تمارسوا السياسه ديالكم علينا، فلا. هذه السياسه الوقحه ديال نظام الكبرانات اللي رسخها في المنتخب الجزائري كما رسخها في المنتخب النسوي وخرج من هنايا مدلول، حتى انتم غتخرجوا مدلولين. أول من نطق باسم الجزائر دعما للجزائر واستقلال الجزائر المغفور له محمد الخامس جد الملك، وأول من أهدى إليكم عتادا حربيا بعدما سمي بالاستقلال هو الحسن الثاني أبو هذا الملك.
ولكن ملي شديتوا هذاك العتاد بديتوا كضربوه بالمملكه ديالو اللي هي المغرب في حرب الرمال. ومن المتوقع أن تصاحب مثل هذه التصرفات الوفد الجزائري الذي يضم على ما يبدو بعض العناصر المرتبطة بالأجهزة الأمنية، وهو أمر يعكس أسلوبهم الاستفزازي الذي اعتدنا عليه. القراقلة اللي ما عندهمش ضمير ولا دين، انه هنا يشيلوا صورة الملك، لا ده خيره عليكم وعلى الدنيا كلها. تحية للشعب المغربي، تحية للملك محمد السادس. الربعه ديال المساعدين للمدرب سي الاخر كله عسكر، لان كاين بعض اللاعبين اللي ما كيحملوش هاد التبرهيش هذا ديال النظام ديالهم، ما كيحملوش هاد الوقاحه ديال النظام ديالهم، لانهم مساكين لابسين التوني جايبين رايه الجزائر يلعبوا عليها كره القدم، ما غاديش يجيو يمارسوا السياسه. ولكن هاد الضبوعه هادو اللي صيفطهم تبونوا شنو قريحه اللي هنايا راه بزاف جايين يمارسوا حاجه اخرى، وديك الحاجه اللي غتمارسوها سبقناكم ليها وغنمارسوها عليكم نتوما في بلادنا، وما تخرجوش تقولوا حقرونا المروك. كل التحيه للاطر والموظفين في هذا الفندق اللي ناضوا وعراو الصوره ديال جلاله الملك وحطوها لكم بلا لا يطري عليكم. اليوم لا بغيونا بملكنا، ما بغيتوش ملكنا، رجعوا في حالكم الى الارض ديالكم. لحدود الان الجماهير كنشوفوهم كينشروا غير الاخبار الزوينه. ورغم محاولاتهم الدائمه لزرع الفوضى والتشويش على التنظيم المثالي الذي حظيت به كل الوفود المشاركه، فإن السلطات المغربيه جاهزه للتعامل مع هذه المحاولات بحزم. تقاو الله وخليو هذا الوقت اللي غادي تدوزوا معنا في المغرب يدوز زوين، وخليونا نفرحوا لكم، وخليو راه شوف راه حنا ما عندناش شك بان الشعب راه ما عندهمش مشكل، ولكن فاش كتبدا كتقيس شي حوايج فصدقني راه هادشي كيضرب الخاطر. تم تكرموا بلاصتكم يا تركت ايتو كي تركت ايت لابا وعاش الملك. وشوفوا فين ما غادي تخرجوا غتلقاو الخريطه وغتلقاو الصوره ديال سيدنا فين ما تدوروا فين ما مشيتوا. وفي الأخير ظهر أن الكاف هو من قابل بحجم هذه الشعارات وأنهم ظلموا الجزائر ولكنهم لم يعتذروا. إذا لمن يقول لماذا الجزائريين بالأمس لم يأكلوا التمر والحليب الذي قدم لهم، أقول لكم أن البعثة الجزائرية أخذت كل مستلزماتها ولا تريد منكم شيء. على البطولة والتنظيم اللي هم عاملينه اللي العالم كله هينبهر بيه، وإن شاء الله إحنا في ظهر من قلب مصر، إحنا في ظهر شعب المغرب وملك المغرب. شوارع نظيفه، الكرم الضيافه ديال المغاربه، ولكن عوض نتوما ما تردوا الخير ديال المغرب والاستقبال الجميل ديال المغرب نطوا كتستفزونا بصوره ملكنا. هذه ماشي هي اللقطه الاولى او الاخيره اللي غتكون، اكيد هناك لقطات اخرى من اجل افساد هذا العرس الذي سيبقى ناجحا باذن الله رغما عنكم. هادو خصو يتسجل عليهم اي مخالفه كيديروها، خصها تسجل عليهم وتصرف على الكاف، لان هادشي لن نقبل به وسنتصدى له بكل الطرق. هذا المرض ديالكم، هاد العفن ديالكم اللي جايبيناه سنفضحه بقوه. مبروك عليكم اكبر شمس العشيه، ولا الملك ديالنا تتحجب الصوره ديالو في وسط بلادنا.